انا عارفة انكم شفتوا وصفات فراخ كتير، بس اللي هتشوفوه النهاردة مختلف تماما. هنعمل مع بعض فراخ مشوية في الفرن بعصارة وطراوة تحير اي حد. والسر كله بقى في تتبيلة سهلة وبسيطة. شايفين بقى جمالها؟ من اول ما تدخل الفرن بتقلب ريحة البيت. يلا بينا نشوف مع بعض هنحضرها ازاي. تابعوا معايا خطوة بخطوة. اول حاجة عندي هنا حضرت الفراخ بعد ما نقعتها، عملت فيها فتحات كده. بعد كده بقى جبت بولة فاضية هحط فيها التتبيلة بتاعتي. هحط الأول معلقة توم كبيرة، وعندي هنا بقى البهارات ملح وبابريكا، بهارات مشكلة وتوم باودر. حطيت عليهم بقى معلقتين كده صلصة طماطم، وهزود عليهم معلقة هريسة ومعلقتين زبادي ومعلقة عسل، وعليهم بقى هعصر ليمونة، وهحط معلقتين كده زيت زيتون بيعمل طراوة رهيبة بقى في الفراخ، ومعلقة خل، وهقلبهم بقى كده مع بعض كويس. هحط بقى الخليط دوت على الفراخ، واسيبهم بقى في التلاجة حوالي ساعتين، وممكن اعملهم قبلها بليلة كاملة. يعني كل ما يقعد في التتبيلة اكتر كل ما الفراخ تتشرب ويبقى طعمه احلى واحلى. هسيبه في التلاجة، وبعد ما سبته حوالي ساعتين كده هرصه بقى في صينية، وهقفله كده عليه بالورق الفويل، وهدخله على الفرن واسيبه حوالي ساعة. وده شكله بقى بعد ما طلعته من الفرن بعد ساعة. عملت كده ايه، معلقة زيت زيتون وعليها ليمونة وبقدونس، وبرضو هحط من الصوص اللي نازل من تحت كده على الفراخ مع الخليط اللي انا عملته. الاتنين مع بعض كده بيدوا طعم وريحة رهيبة يا جماعة. هحط بقى عليه كله كده. هدخله بقى بعدها بقى الفرن تحت الشواية حوالي 10 دقايق بس ياخد لون للوش كده. ده بقى بعد ما خرج من الفرن. مش قادرة اقول لكم على ريحته، تحفة جدا. مستوي قوي ودايب جدا. جربوه وان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.